إيه اللي نتوقعه بعد عملية تغيير مفصل الركبة؟ عادة بنبقى واخدين بنج نصفي، فأول لما بتصحى في الإفاقة بتبقى ما عندكش القدرة إنك تحرك القدم أو الرجل ومش حاسس بيها. يبتدي الإحساس يرجع تدريجيا في خلال 3 إلى 4 ساعات بعد العملية، وبيبقى معاك جهاز مسكن PCA تقدر تدوس على الزرار عشان تاخد جرعة من المسكن لما تحتاج. بيعدي عليك حد من الفريق الطبي يوميها يوريك التمارين اللي محتاج تعملها. مهم جدا تني الركبة وفرد الركبة، وفي الأول بعد العملية مهم الفرد كمان، ممكن تبقى أهم من التاني. بنحاول نكون وصلنا للفرد التام قبل ما تمشي للمستشفى، ونكون وصلنا بالتاني على الأقل لغاية 70-80 ويا ريت 90 درجة قبل ما تمشي من المستشفى. عادة بتبات في المستشفى ليلة أو ليلتين بالكتير، وبتمشي تاني يوم. بتعمل طبعا أشعة بعد العملية، وبنعدي عليك حد من الفريق الطبي يوريك ازاي تقوم وتمشي. في الأول بالمشاية. المشاية دي بنستخدمها لمدة أسبوعين ممكن 3 على حسب المريض وحسب التوازن بتاعه، وبعد كده نسيب المشاية ونبتدي نستخدم العكاز. بتيجي تعمل زيارة في العيادة بعد أسبوعين أو 3 أسابيع نطمن على الجرح، ولو في غرز بنشيل الغرز. بنتأكد إنك بتعمل تمارين خاصة التاني أو الفرد، لو هي ماشية كويس وبتعملها كويس ما بنحتاجش علاج طبيعي. لو احنا متأخرين شوية في التاني والفرد ساعات بنطلب منك تبتدي تعمل جلسات علاج طبيعي من الأسبوع التاني، يساعدك على الفرد والتاني، برضه يساعدك على التوازن والمشية بعد العملية. طبيعي جدا بعد عملية تغيير مفصل الركبة إن الركبة تورم ويحصل فيها كدمات، والناس كتيرة جدا بتتخض من الشكل ده، ولكن ده الشكل الطبيعي بعد عملية تغيير مفصل الركبة. وساعات كمان الركبة تحسها دافية أو بتحمر، ده مش معنى كده ان هي فيها انفكشن او التهاب او عدوى، هي الركبة بتتعافى بهذا الشكل. ممكن يكون مثلا حد غير مفصل حوض او كده، او سمع عن حد غير مفصل حوض. ما بيحصلش التغيرات دي بالشكل ده مع مفصل الحوض، ولكن بتحصل بشكل واضح بعد تغيير مفصل الركبة. وممكن التورم والزرقان والكدمات والإحساس بالسخونة يقعد معانا لمدة 1.5 شهر وشهرين بعد العملية. ده شكل طبيعي، وبنعمل له شوية كمادات تلج، وبناخد الأدوية بتاعة التورم وبيروح وبيتحسن مع الوقت مع العلاج الطبيعي والتأهيل. عادة معظم الناس بتعرف تسيب العكازات على الأسبوع السادس، ممكن طبعا يختلف من شخص للتاني. ونبتدي نرجع الشغل برضو بعد 6 أسابيع، خاصة لو الشغل بتاعنا شغل خفيف أو شغل مكتبي. لو احنا الشغل بتاعنا فيه وقوف وفيه حركة كتير، عادة بنرجع بعد 3 شهور. نتيجة العملية بنبتدي نحس بيها بعد 3 شهور، نبتدي نرجع لحياتنا الطبيعية والحركة وننزل من البيت إلى حد ما بدون ألم، ولكن الدرجة القصوى أو النتيجة النهائية بتاعة العملية بتبان في خلال من 6 شهور إلى سنة بعد العملية. يعني ممكن ناخد سنة كاملة عشان نبتدي نحس بالفرق بتاع العملية. وبرضو من سنة لسنتين بيحصل برضو بعض التحسن، يعني اللي بنوصل له عند سنة ده بيكون ساعات برضو مش النتيجة النهائية، ويبقى عندنا برضو فرصة للتحسين في فترة من سنة إلى سنتين. اللي بنوصل له بعد سنتين غالبا هو ده اللي بنكمل بيه على طول.